تعالوا مع بعض نشوف مباراة مانشستر سيتي وليفربول. محمد صلاح وعمر مرموش النجوم المصرية. كلنا أكيد شايفين إن مانشستر سيتي حقق نتيجة كبيرة جدا ومفاجأة كبيرة قوي على ليفربول، لأن ليفربول الماتش اللي قبله كان كسبان ريال مدريد وعامل مباراة كبيرة جدا وكان مسيطر على المباراة، لكن بغرابة شديدة اتغلب 3-0. ده إيه كمان؟ ده غير إن هو مانشستر سيتي ضيع ضربة جزاء زي ما احنا شفنا كده. هالاند ضيع ضربة جزاء لأنه داخل يشوط الكرة وعادل اتجاه جسمه خالص على إنه هيشوط في الزاوية الشمال على شمال الجون. ده غير طبعا إن هالاند جاب جون جميل جدا ومانشستر سيتي كسب 3-0 في مباراة رائعة. مباراة تحس كده إن هو كل الهجمات كان من مانشستر سيتي، بس ما نقدرش ننكر برضو ان ليفربول جات لها بعض الهجمات، اهمها الهجمة بتاعت النجم المصري العالمي وهو محمد صلاح. جاله هجمة انفراد بالجون بس كان مضغوط، ما شاطش الكرة مستريح قوي، فجت يا دوبك يا دوبك جنب العارضة. هو حط كرة جميلة بس بصراحة جت جنب العارضة. وزي ما احنا شايفين كده الكرة الجميلة بتاعت مانشستر سيتي، الكرة دي نفس الجون ده بالظبط، الجون اللي جابه نجم الاهلي بن رمضان في ماتش كأس العالم للأندية في المباراة اللي خلصت 4-4. جاب نفس الجون الجميل ده. الكرة دي بصراحة بيعملها حلو بس ساعات كده ايه ما بيتقنهاش. ودي الهجمة اللي احنا شايفينها اللي هي بتاعت محمد صلاح اللي هي جت جنب العارضة. بصراحة حط الكرة حلو بس صدفه سوء توفيق. نفس الكرة دي يا جماعة جات للاعب الزمالك عضي الدباغ ودايما بيضيعها، بس احنا لو شايفين هنا هنلاقي ان محمد صلاح لعب الكرة صح زي ما الكتاب بيقول وركنها كويس جدا من لمسة واحدة، لكن مع الأسف كان في عدم توفيق إن الكرة تيجي جون، وصلاح بيعمل الكرة دي كتير جدا. وبعدين النتيجة كانت هتبقى 3-1، ما بعدتش خالص كتير. مانشستر سيتي كان ممكن يجيب 4 وكانت هتبقى نتيجة كبيرة جدا باستثناء ضربة الجزاء اللي ضاعت. طبعا دي مفاجأة كبيرة قوي لما يكون انت فريق زي ليفربول تتغلب من مانشستر في الدوري وفي نفس الوقت تكسب ريال مدريد في بطولة أوروبا. يعني لو احنا هنا عندنا في مصر كانت الدنيا قامت وقعدت مثلا في ماتش زي كده. لكن دي من أهم مزايا الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والدوري الألماني، ان ممكن تلاقي فريق صغير يكسب فريق كبير لان الكرة سجال هنا وهنا. لكن احنا غالبا بتلاقي التلات اربع فرق بس هم اللي عليهم العين والتركيز، والباقي كله مع الاسف بيكون دون المستوى. يمكن بدأنا الفترة الأخيرة بقالنا بتاع 4 5 سنين نلاقي إن فرق كتيرة جدا بدأت في الدوري بقت زي ما بنقول الحصان الأسود، بقت حلوة. يعني مين يصدق إن سيراميكا بتقدم مباراة جميلة جدا وفريق جميل وكامل متكامل وبيلعب كرة جماعية جميلة وكرة مفتوحة. وفي البنك الأهلي برضو وفي وادي دجلة فريق جميل. وما ننساش طبعا فريق نادي بورسعيد بيقدم مباريات كويسة جدا. يمكن بس نادي الإسماعيلي هو اللي حصل له انهيار نتيجة الظروف المادية، لكن طبعا باقي الفرق كلها ممتازة. وكل ما عندنا أكتر من نادي قوي في أي دوري في العالم هتلاقي إن الدوري ده بقى قوي جدا وفيه متعة المشاهدة، غير ما يكون نادي أو ناديين زي زمان كده الأهلي والزمالك والإسماعيلي ضيف شرف وبيمشي تاني. وبكده يبقى انتهت رحلتنا في الفيديو دوت. أتمنى يكون عجبكم، ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك بالقناة لو عجبكم الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.